لو بتحب الأفلام بس ما عندكش وقت تتفرج عليها، أحب أقولك إن إحنا هنلخصها لك في كام دقيقة، وكل اللي مطلوب منك إنك تشترك في القناة دلوقتي عشان ما تفوتش ولا فيلم. ويلا بينا نبدأ ملخص فيلمنا النهاردة. يبدأ الفيلم في المكسيك، وبنشوف ليزا وأختها كيت اللي بيكونوا مسافرين في رحلة للمكسيك، وبنعرف إن ليزا سافرت عشان تثبت لحبيبها إنها ما بقتش محتاجاله وتقدر تعيش بشكل طبيعي وتتبسط من غيره. وبيوصلوا الفندق، لكن برضه بتتصل ليزا على ستيوارت وبتقوله إنها بتتمنى يكون موجود معاها ونفسها يتصالحوا، لكن بيقول لها ستيوارت إنه خلاص هينفصل عنها وإنه ما بقاش قادر يستحمل إهمالها، وإنها طول الوقت مركزة في شغلها أكتر من علاقتهم. وبيعرفها إنه خد هدومه من شقتها وهيرجع على بيت أهله، وبيطلب منها إنها ما تتصلش تاني عليه. وساعتها ليزا بتنهار وبتكتئب، لكن بتخبي الموضوع عن أختها وما بتعرفهاش إنها انفصل. لكن كيت بتاخد بالها إن ليزا طول الوقت قاعدة في الفندق ومش بتخرج منه خالص. وفي ليلة صحيت كيت من النوم واتفاجئت إن ليزا سهرانة طول الليل وبتعيط، وبتبلغها ليزا بخبر انفصالها وبتعرفها إنها كدبت عليها عشان خافت إنها تقول إنها فشلت في الحاجة الوحيدة اللي ناجحة في حياتها. وبتواسيها كيت وبتقول لها إحنا مش جايين المكسيك عشان نفضل قاعدين في الفندق، وبتقول لها أنت لازم تنسي ستيوارت وما تفكريش فيه تاني أصلا. وبتاخدها كيت عشان يسهروا بره ويحتفلوا في مالها ليلي. وأثناء السهرة بيتعرفوا على شابين، واحد اسمه تايلور والتاني اسمه لوي، وبيكونوا بيتفسحوا هم كمان في المكسيك وبيقضوا اليوم كله معاهم. وبيقولوا لهم إن في رحلة غطس حلوة وجربوها قبل كده، والرحلة بتكون إنهم ينزلوا في قفص حديد لمسافة أكتر من 30 متر تحت سطح البحر، ويتفرجوا على أسماك القرش الأبيض اللي بيوصل طولها ل 25 قدم. وبيحاولوا يقنعوهم يروحوا الرحلة دي معاهم، وبيعرفوهم إنهم هيتبسطوا جدا وهيقضوا وقت جميل. بتخاف ليزا جدا وبتقول لكيت إنها تجربة خطيرة وإنها مش مستعدة لتجربة زي دي، لكن كيت بتزن عليها وبتقول لها تخيلي صورك في الرحلة وإنها مغامرة جديدة، ولما تبعتي صورك لستيوارت ساعتها هيتغاظ. وفعلا بتوافق ليزا بعد إلحاح كتير جدا من كيت إنهم يروحوا الرحلة. وفي تاني يوم بتوصل ليزا وكيت للمرسى، وبيقابلوا هناك لويس وتايلور وبيستقبلهم شخص بمركب صغيرة وبتكون هتاخدهم ليخت أكبر. وبتحس ليزا بالقلق وبيقولوا لها إن اليخت بيبقى واقف في قلب البحر وإنهم لازم يروحوا له بالمركب دي لأنها رحلات غير رسمية. وساعتها ليزا بتقلق أكتر، لكن كيت بتطمنها وبيعرفوها إن في ناس كتير بتطلع الرحلات دي يوميا ومش بيحصل لهم حاجة. ولما بيوصلوا لليخت بيلاقوا متركب عليه رافعة متعلق فيها قفص حديد كبير، لكن بيكون شكله مصدي وقديم جدا وده بيخليهم يقلقوا تاني. وبيقابلوا خفير اللي بيكون صاحب المركب اللي بيطمنهم وبيقول لهم انه عمل الرحلة دي كتير وما حصلش اي مشاكل، وان شكل القفص ده طبيعي عشان بينزل في مية مالحة فترات طويلة. وبيبدأ خفير يشرح لهم التعليمات زي انهم لازم يتابعوا مستوى الاكسجين، وبيقول لهم انه لو وصل لحد 100 ينبهوه، ولو وصل لحد 50 لازم يطلعوا تاني للسطح فورا، وانهم ممكن يحسوا بألم في الودن وده طبيعي جدا مع المسافة اللي هينزلوها. وكمان لازم يتنفسوا بالراحة لان التنفس السريع بيخلي الاكسجين يخلص بسرعة. وعشان يجذبوا القروش بيرموا اسماك ودم في المحيط، وفعلا بتظهر اسماك القرش حوالين اليخت. وبيبدأ الشابين تايلور ولويس الاول وبيدخلوا لوحدهم في القفص، ولما بينزلوا بيه بيتصوروا بكاميرا مخصصة للغطس اكتر من صورة. ولما بيطلعوا بيكونوا متحمسين ومبسوطين جدا، وبيطمنوا ليزا اللي كانت لسه قلقانة من التجربة دي لدرجة انها بترجع من كتر التوتر. لكن كيت بتطمنها وبتقول لها ان الموضوع مش هياخد اكتر من 10 دقايق وهيتصوروا صور حلوة وهيطلعوا تاني بسرعة. وبتستعد ليزا وكيت وبيدخلوا القفص، وبيستلفوا الكاميرا من تايلور اللي بيقول لهم لو ضاعت هموتكم. وبيبدأ خفير ينزل القفص في البحر بالتدريج، وبتحس ليزا بمتعة كبيرة جدا وبيبدأ خوفها يقل لما بتشوف الأسماك والكائنات البحرية بتعوم حواليهم، وبيلاقوا أسماك القرش ابتدت تقرب منهم. وبتحاول كيت تتصور بالكاميرا لكن بتفلت منها وبتقع في قاع البحر. وبيبدأ خفير يرفع القفص تاني بالتدريج، لكن فجأة الحبل اللي متوصل بالقفص بينزل بسرعة جدا، بيقعوا في البحر لحد ما بيتخبطوا في القاع، وبيغوصوا لتحت لحد ما بيتخبطوا في قاع البحر. وبيحاول خفير وباقي الشباب يسحبوهم تاني لليخت، وبيبدأوا يطلعوا لفوق شوية بشوية، لكن فجأة الرافعة اللي على اليخت بتتكسر وبتنزل على باب القفص، وساعتها بيتحبسوا فيه في قاع البحر. وليزا بيجيلها حالة فزع شديد وبتبدأ تصرخ، لكن كيت بتطمنها وبتقول لها انهم اكيد هينقذوهم وانها لازم تهدى عشان الاكسجين ما يخلصش بسرعة. وبتحاول كيت تتواصل مع الشباب في اللاسلكي، لكن بتكتشف ان الاشارة بتكون مش واصلة للمسافة اللي نزلوا فيها واللي بتكون 47 متر تحت سطح البحر. وكيت بتطمن ليزا وبتقول لها انها هتطلع لارتفاع اعلى شوية عشان تقدر تكلمهم وتطمنهم انهم لسه عايشين. وبتحاول كيت تخرج من باب القفص، لكن بتكتشف ان الرافعة وقع عليه ومزنوقة بين الصخور. وساعتها بتحاول تعدي من بين فتحات القفص، لكن بتلاقي المسافة ضيقة جدا وبتكون لازم تخلع قناع الاكسجين عشان تقدر تعدي، وفعلا بتنجح وبتعدي من فتحات القفص وبتشيل الرافعة وبتفتح الباب. وبتعوم كيت لفوق بسرعة وبتوصل لعمق 40 متر، وبتقدر تكلم خفير على اللاسلكي اللي بيطمنها، وبيقول لها لويس انه هينزل بحبل تاني وهيرفعها
بتدفعهم بالوين بس ما يخرجوش من القفص ابدا، وساعتها بيطمنوا وبيقعدوا في القفص وبيفضلوا يتكلموا لحد ما بيسحبوهم تاني. وبتسأل كيت ليزا ليه قلت ان علاقتك بستيوارت هي الحاجة الوحيدة اللي ناجحة في حياتك، فبتقول لها ليزا انها دايما كانت بتشوفها ناجحة في كل حاجة، في شغلها وعلاقاتها، وبتسافر وبتجرب حاجات جديدة، لكن هي مفيش حاجة في حياتها غيره، وان حتى شغلها مش مستقر، وان بسبب شغلها خسرت ستيوارت. بتطمنها كيت وبتقول لها انها مش منافسة بينهم، وانها هتفضل معاها وواقفة جنبها مهما حصل. وفجأة وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت اليخت بيتحرك، وليزا بتخاف وبتقول لها انهم سابوهم ومشيوا. وبتطلع كيت تاني لارتفاع اعلى وبتحاول تكلمهم باللاسلكي، لكن ساعتها محدش بيرد عليها. وبتتفاجئ كيت وهي راجعة للقفص بسمكة قرش بتهجم عليها، وبتدخل القفص بسرعة، لكن القرش بيهاجم القفص وبيقدر يكسر جزء من القضبان بتاعه. فبتقول لها ليزا ان كده القفص ما بقاش امان ولازم يتصرفوا، لكن كيت بتقول لها انهم لو حاولوا يعوموا المسافة دي كلها هيجيلهم تشنجات. وبيتفاجئوا ان الاكسجين اللي معاهم قرب يخلص، وان اللي مع ليزا يكفي لمدة 20 دقيقة، واللي مع كيت اقل من 5 دقايق، ومفيش حل غير انهم يخرجوا من القفص. وبتلمح كيت كشاف نور بعيد، وساعتها بتقول ان ده اكيد لويس ونزل ينقذهم، وبتقول لها انهم لازم يعرفوهم مكانهم لان القاع ضلمه. وبتقرر ليزا ان هي اللي تروح له عشان معاها اكسجين اكتر، وبتنصحها كيت انها تفضل على قاع البحر لان القروش بتهاجم من تحت وكده مش هيبقى عندهم فرصة يهاجموها. وبتتحرك ليزا بره القفص بالراحة، لكن بيهاجمها قرش برضه، بس بتقدر تستخبى منه في كهف صغير. وبتكمل ليزا طريقها واخيرا بتوصل لمكان الكشاف، لكن بتتفاجئ ان خفير هو اللي نزل لهم والقرش هاجمه وقتله. وبتحاول ليزا انها ترجع تاني للقفص، وبتلاقي صعوبة في انها تشوف طريق العودة، وبتاخد معاها سلك الونش اللي نزل بيه خفير ومسدس صيد وشعلات تحذير. وبترجع ليزا للقفص وبتحكي لكيت اللي حصل لها، وبتربط السلك وبتطلع لارتفاع اعلى، وبتكلمهم في اللاسلكي وبتقول لهم يسحبوا القفص. وفعلا بيبدأ تايلور على المركب يرفعهم بسرعة لحد ما بيوصلوا لعمق 28 متر، بس فجأة بيتقطع السلك تاني وبينزلوا بسرعة رهيبة لقاع البحر، لكن المرة دي بتتحشر رجل ليزا تحت القفص. وبتحاول كيتي انها تكلمهم باللاسلكي تاني، وبتقول لهم ان الاكسجين بتاعهم هيخلص. فبيقول لها تايلور انه هيرمي لهم اسطوانات اكسجين جديدة، لكن بيحذرهم انهم ممكن يتصابوا بتخدير بسبب تغيير اسطوانة الاكسجين، وانه ممكن يسبب لهم فقدان في الوعي وهلوسة. وبيطلب منهم يراقبوا تصرفات بعض عشان لو حصل لهم هلوسة وما يخرجوش تاني ابدا. وبيقول لهم انه بلغ غفر السواحل وهيجي ينقذوهم. تخرج كيت من القفص عشان تجيب اسطوانات الاكسجين، لكن بيهاجمها قرش وبتختفي خالص من قدام القفص. وبتفتكر ليزا انها ماتت وبتبتدي تعيط وتصرخ. في نفس الوقت بتلاقي ان الاكسجين بتاعها قرب يخلص، والاسطوانه التانيه بتكون بعيده عن القفص. وبتحاول ليزا تسحبها، لكن بتضغط بالغلط على مسدس الصيد وبتتعور في ايديها. وبتنجح ليزا بعد محاولات كتيره انها توصل للاسطوانه. وفجاه ليزا بتسمع صوت كيت على اللاسلكي وبتطمنها انها عايشه، لكن كيت بتقول لها انها مصابه اصابه كبيره لان القرش هاجمها، وانه كمان خرم انبوبه الاكسجين ومش قادره تتحرك. فبتقول لها ليزا انها هتجيلها وهتنقذها، وبتحاول بكل الطرق تحرك رجلها من تحت القفص. وبتبص لايديها اللي اتجرحت وبتلاقي الجرح بينزف بشده، وبتطلع رجلها من تحت القفص بصعوبه وبتنجح اخيرا في الخروج. بتاخد معاها شعلات التحذير، تلاقيها وبتكون مصابه في رجلها وبتنزف دم كتير. بسبب الدم بتجذب ليها اسماك القرش، وبترفعها ليزا وبتقول لها مش هينفع نرجع للقفص تاني، وانهم لازم يعوموا لفوق لكن لازم تساعدها. وبتبعد اسماك القرش باستخدام شعلات التحذير. تنجح ليزا في سحب كيت لحد ارتفاع 20 متر، وبتقف 5 دقايق عشان تقلل الضغط، لكن بتتفاجئ بثلاث اسماك قرش كبيره بتهاجمهم. وعلى اليخت بيقول لهم تايلور انهم يرموا خزانات الاكسجين عشان يقدروا يقللوا الوزن ويطلعوا بسرعه. وفعلا بتنجح ليزا وكيت في الوصول لسطح الميه، لكن لسوء حظها قبل ما يسحبوها بيهاجمها القرش تاني وبيسبب لها اصابه خطيره جدا في رجلها، وبيسحبها لتحت اكتر من مره، لكن بتقدر ليزا تقاومه وبتضربه في عينه وبتتخلص منه. ويسحبوها هي وكيت على اليخت اخيرا، لكن الاتنين بيكونوا مصابين اصابات صعبه جدا. وبنتفاجئ انها لسه محبوسه في القفص تحت البحر، وان كل الاحداث دي كانت هلوسه نتيجه نقص الاكسجين، ورجلها بتكون لسه مزنوقه تحت القفص. وفجاه بتلاقي غفر السواحل وصلوا وبينقذوها، لكن بتعرف ان كيت ماتت بسبب القرش اللي هاجمها. وبيخلص الفيلم. الملخص ده كتبته غادة سامي، ومنتجه اسلام مصطفى، وسجله خالد جمال. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف باقي الملخصات اللي جايه.